شاء الله درسنا النهاردة هو أول درس في حساب المثلثات. درس سهل جدا واسمه الزاوية الموجهة. طيب يعني ايه زاوية موجهة؟ الزاوية عامة هي اتحاد شعاعين. أي زاوية خدناها في ابتدائي خدناها إن الزاوية عبارة عن اتحاد شعاعين. الضلع الأول هنا ده بسميه ضلع ابتدائي، تمام. الضلع ده بسميه ضلع نهائي، وساعتها بقيس الزاوية من الضلع الابتدائي للضلع النهائي، يعني بقيس الزاوية من هنا لهنا. الاتجاه ده هنا ضد عقارب الساعة، تمام. ولذلك لو هنا الزاوية دي 50 فأنا بنطقها موجب 50 لأنها ضد عقارب الساعة، وضد عقارب الساعة موجب. إنما لو في زاوية بالشكل ده العكس بقى، ده الضلع الابتدائي، وده الضلع النهائي، تمام. الزاوية بتتقري من الابتدائي للنهائي، يعني من هنا لهنا، ولذلك اسمها موجهة. موجهة يعني لها اتجاه، ما ينفعش انطقها كده والسلام، تمام. طيب لو دي هنا بقى الزاوية دي قياسها 50، انا الحركة دي من الابتدائي للنهائي دي هنا اسمها مع عقارب الساعة، ومع عقارب الساعة يبقى القياس سالب، يبقى الزاوية دي قياسها سالب 50، تمام. طيب دي معنى الزاوية الايه الموجهة. طيب لو هنا عندي زاوية موجهة قياسها موجب، وقال لي هات القياس السالب للزاوية الموجهة دي، يعني قال لي في زاوية عندي مثلا وليكن ب70، بلاش 70 خليها رقم سهل، 60، وقال لي هات لي القياس السالب للزاوية دي. قياس سالب يبقى اطرح 360، اقول 60 ناقص 360 اطرحها بالآلة الحاسبة هتديني سالب 300. اذا القياس السالب للزاوية دي هو سالب 300. طيب العكس، لو انا عندي زاوية سالبة وليكن سالب 200 وعايز القياس الموجب، تمام، يبقى على طول اجمع سالب 200 اجمع عليها 360 هتديني 160 موجب. يبقى هنا ال 200 سالب 200 ايه الزاوية اللي قياسها موجب بتاعتها؟ هي اللي كام؟ ال 160. طيب لازم الزاوية في النهاية بتاعتي سواء القياس الموجب أو القياس السالب تكون أقل من ال 360، تكون أقل من الإيه؟ من ال 360. إزاي؟ لو قال لي مثلا أوجد القياس السالب للزاوية 600، يبقى أنا هطرح من ال 600 هطرح منها 360، يبقى هنا 40 وهنا يبقى كام؟ 240. لا زالت موجبة وهو عايز قياس سالب، يبقى هتطرح كمان 360، اطرح بقى 360 من 240 يبقى هنا هيساوي سالب 120. يبقى هنا القياس السالب المكافئ للزاوية الموجبة دي هو سالب 120، ما فيهاش اي نوع من الصعوبة. يلا هاتولي قياس موجب للزاوية سالب، انا عايز قياس سالب للزاوية 700 وعايز قياس موجب للزاوية سالب 400. عايز قياس موجب الزاوية سالب 400. يلا بالآلة الحاسبة. في حاجة هنا عندي اسمها بتاع ده القياس الزاوية في الوضع القياسي، الزاوية الموجهة في الوضع القياسي. أنا عندي هنا محاور إحداثيات متعامدة، تمام. طيب عشان تبقى الزاوية موجهة في الوضع القياسي يبقى لازم الضلع الابتدائي الأول بتاعها ده يقع على محور مين؟ السينات، على الجزء الموجب، ما يقعش على الجزء السالب، تمام. ورأس الزاوية تكون نقطة الأصل اللي هي دي، تمام. يبقى دي كده اسمها زاوية موجهة في الوضع القياسي، في الوضع الايه؟ القياسي، زاوية موجهة في الوضع القياسي، تمام. طيب لو جينا عملنا بالشكل ده، تمام، وعملنا زاوية بالشكل ده كده،
هل دي زاوية في وضع قياسي؟ لا، لأن الضلع الابتدائي اللي هو ده، الضلع الابتدائي اللي هو ده يقع على ايه؟ يقع فين؟ يقع على الجزء السالب. لا، هو لازم يقع على الجزء الايه؟ الموجب. طيب سؤال كمان، هل الزاوية دي موجهة؟ سميناها ألف ب ج، سميناها بالشكل ده كده. هل الزاوية دي موجهة؟ لا. طيب لا، نسأل عشان بادئة حنين. من النهائي. اه هي بادئة منين يا حنين؟ هي بادئة من لا، هنا يعني احنا صح؟ ينفع؟ من النهائي. يبقى ما ينفعش اه. تبدأ من هنا، لازم لا. تبدأ من فين؟ تبدأ من الضلع ده. السهم يخرج من أول جزء من محاور السينات، يخرج من هنا، ولذلك أنا قلت دي إيه؟ وضع إيه؟ قياسي. خرجت من الجزء ده، إنما دي هنا خرجت من إيه؟ من حتة تانية، يبقى ما ينفعش أقول عليها إيه؟ وضع إيه؟ قياسي. تمام؟ طيب نسأل فيروز. فيروز، هل الزاوية دي في الوضع القياسي؟ لا. لا. ليه بقى؟ لأن رأسها ماله؟ الرأس ده ماله؟ هل هو على نقطة الأصل؟ رأس الزاوية على نقطة الأصل؟ لا. هي ممكن تبدأ من هنا عادي، بس لازم الرأس يكون في نقطة الأصل عشان أسميها إيه؟ زاوية في الوضع الإيه؟ في الوضع القياسي. طيب يبقى عرفنا يعني إيه زاوية في وضع قياسي بكل سهولة. لازم تحقق شرطين. الشرط الأول إن الضلع الابتدائي بتاعها يكون من الجزء الموجب لمحور السينات. الشرط الثاني إن إيه؟ الرأس بتاعتها تكون نقطة الإيه؟ الأصل. يبقى لو سألني بالشكل ده أهو، يبقى لو سألني قال لي هل دي زاوية في وضع قياسي، أقول له لا، دي مش بادئة من الجزء الإيه؟ الموجب لمحور السينات، يبقى دي ما تنفعش تكون زاوية في وضع قياسي. ولو سألني هل الزاوية دي في وضع قياسي، أقول له لا، الرأس بتاعتها مش مع إيه؟ مش نقطة الأصل، يبقى ما تنفعش تكون زاوية في وضع قياسي. طيب إمتى الزوايا اللي في وضع قياسي تكون متكافئة؟ إذا كان ليها نفس الضلع النهائي. يعني نشوف كده، أنا عندي هنا دي زاوية بالشكل ده، بادئة من هنا ورايحة لهنا، دي اسمها في وضع قياسي صح؟ تمام. طب عندي نفس الزاوية أهي، تمام، هنقول دي لو تكن 50 درجة، الزاوية دي 50 إيه درجة. تمام. أنا ممكن أعد هنا كمان لفة كمان بالشكل ده، وارجع في النهاية لنفس الضلع، يبقى الزاوية دي هي نفس الايه؟ الزاوية دي، لأن رجعت لنفس الضلع. رجعت لايه؟ لنفس الضلع. ده أنا مش كمان ممكن ما ألفش لفة واحدة، ده أنا ممكن ألف لفتين أهي. شايفين أهو؟ أدي لف، أدي اتنين، أدي تلاتة، وارجع لنفس الضلع، يبقى الزاوية دي قد دي قد دي. إذا أي زاوية ليها عدد، كم عدد من الزوايا المتكافئة؟ عدد لا نهائي من الزوايا المتكافئة، لأن كل ما ألف لفة زيادة أعمل زاوية زيادة قد الزاوية دي. أعمل زاوية زيادة قد الإيه؟ قد الزاوية دي. يبقى لو سألني سؤال وقال لي أوجد زاويتان متكافئتان للزاوية قياسها 50، يبقى أجمع مرة 360 عليها، يبقى هنا 0 5 و6 1، يبقى هنا 410 تكافئ ال 50. طب ما أجمع كمان 360 كمان، يبقى هنا 0 1 و6 7 3 و4 7، يبقى ال 770 تكافئ ال 50. عايز زاوية كمان تكافئها، أزود 360. أنا ورايا حاجة؟ مش ورايا حاجة. يبقى هنا 0 و0 0، 7 و6 13، ومعايا الواحد، 1 و7 8 و3 11، يبقى هنا 1130 تكافئ الزاوية 50. إذا يوجد عدد لا نهائي من الزوايا المتكافئة التي تكافئ نفس الإيه؟ نفس الزاوية. طب يلا هاتولي زاويتين مكافئتين للزاوية 300. اتنين بس. طيب هنا بقى لو قال لي أوجد زاويتين أحدهما موجب والأخرى سالب مشتركتين في الضلع النهائي لكل من 100 مثلا، عايز زاويتين، واحدة موجبة وواحدة سالبة مشتركتين في الضلع الايه؟ النهائي للزاوية 100. يبقى من الآخر أجمع مرة 360 وأطرح مرة 360. يبقى لو عايز القياس الموجب، يبقى أجمع 100 زائد 360 هتديني 460.
ولو عايز القياس السالب يبقى اطرح من ال100 360 هتديني سالب 260. طب افرضوا الزاوية ما كانتش 100، الزاوية كانت 400، هطرح 360. هو عايز قياس سالب صح؟ اطرح 360 تديني 40. هل 40 سالبة؟ لا، ال 40 مش سالبة، يبقى هضطر ان انا اطرح كمان 360. يبقى افضل يعني لو عايز قياس سالب افضل اطرح 360 لحد ما يديني اول رقم سالب. طيب عايزكم بقى انتوا تحلوا لي، تجيبوا لي بتاع ده قياس سالب، وبتاع ده قياس سالب للزاوية 120. أنا عايز قياس سالب للزاوية 120، وعايز قياس موجب، عايز قياس سالب وقياس موجب. يديني بقى مثال تاني. برافو عليكم كلكم شاطرين. طيب يديني مثال تاني يقول لي بقى عين أصغر قياس موجب لكل من. هو عايز أصغر قياس موجب للسالب 400. نفس الحكاية، هجمع 360 هتديني سالب 40. السالب 40 دي موجبة؟ لا مش موجبة، هروح جامع كمان 360 يبقى هتديني 320. يبقى ده هو ده أصغر قياس موجب. طيب أنا عندي ال 530، هو عايز أصغر قياس موجب. تمام. هل ال 530 دي زي ما انتم ملاحظين أكبر من ال 360؟ هو عايز أصغر قياس موجب، يبقى هطرح 360 من ال 530، يبقى دي صفر، وهنا 13 ناقص 6 7، وهنا 4 ناقص 3 كام؟ 170. هل الناتج اللي طلع ده ما بين الصفر وال 360؟ ال 170 ما بين الصفر وال 360، اذا ده اصغر قياس موجب. وهلاحظ ان انا لو طرحت 360 تاني هتديني سالب، انا مش عايز سالب، انا عايز اصغر قياس موجب. تمام. طيب هاتولي بقى اصغر قياس موجب للزاويتين اللي هما السالب 300 وال 500. انا عايز اصغر قياس موجب للسالب 300 وعايز اصغر قياس موجب لل 500. بعد كده هنعرف حاجة اسمها الزوايا الرباعية. لو انا عندي كده، انا عارف ان محاور الاحداثيات 4/4. لو الزاوية بتاعتي هنا الضلعين انطبقوا على بعض على المحور السينات، يبقى دي اسمها زاوية رباعية قياسها 0. ولو عندي الضلعين واحد كان على محور السينات واحد كان على محور الصادات، يبقى عملوا 90، يبقى الزاوية 90. ولو ده مع ده يبقى عملوا ايه؟ 90 و90 يبقى كام؟ 180، يبقى 180. ولو هنا مشيت لحد هنا 90 90 90 يبقى 270. ولو هنا كمان 90 يبقى رجعت مكانها تاني، يبقى هنا 360. 4 في 90 ب 360. يبقى لو سألني الصفر والتسعين والمية وتمانين والميتين وسبعين والتلتمية وستين دي اسمها زوايا رباعية. تمام؟ طيب ما فيهاش أي نوع من أنواع الصعوبة. تمام؟ طيب هنا بيجي عليها سؤال. بصوا كده معايا. لو أنا قلت إن الحتة دي 1 يبقى النقطة دي كام وكام؟ لو الحتة دي 1 يبقى النقطة دي كام على محور السينات؟ 1 وإيه؟ وصفر. صح؟ طب لو عملت كده النقطة دي 1 برضه، صح؟ يبقى هنا دي النقطة كام وكام؟ أيوه 0 و1. لأن أي نقطة تقع على محور السينات صادتها بصفر. أي نقطة تقع على محور الصادات سيناتها بصفر. طب النقطة دي كام و1؟ أيوه هنا هتبقى -1 بقى وصفر، لأنها في الجزء السالب. تمام؟ وهنا هتبقى أيوه 0 و-1. طيب لو هنا جالي سؤال وقال لي الزاوية الموجهة في الوضع القياسي ضلعها النهائي يمر بالنقطة 1 و0، يبقى الزاوية دي هتمر كده، صح؟ يبقى قياس الزاوية دي كام؟ كام يا مروان؟ 360. لو الزاوية عدت على الواحد وصفر، الضلع عدى على الواحد وصفر، يبقى قياس الزاوية دي كام؟ مروان؟ 0. صح كده. طيب يارا؟ ممكن 360 يا مستر؟ ممكن 360. تمام صح، يا 0 يا 360، لان لو لفت رجعت تاني هتبقى يا 0 يا 360. برافو عليك. طيب حنين، لو انا عندي الضلع النهائي عدى بالصفر والواحد يبقى الزاويه كام؟
90. تمام. أو ممكن زيادة بعد كده لو عايزين كذا دورة تانية. دورة؟ لا أنا ماليش دعوة بالدورة التانية، أنا ليه أهم حاجة الزاوية الرباعية نفسها. يعني ما ينفعش أقول 270 زائد 360 وأقول عليها زاوية رباعية. هي الزوايا الرباعية عندي 0 90 180 270 360. تمام؟ طيب سيف، لو الزاوية عدت على السالب 1 وصفر تبقى كام أو كام؟ 180. أو لو مشيت الناحية التانية تبقى إيه؟ تبقى صفر. سالب 180. تمام. بص انت سالب الزاويه دي 180. لما بتقيسها كده ده كده عكس عقارب الايه الساعه، يبقى موجب 180. لو جيت قستها كده يبقى هنا مع عقارب الساعه يبقى سالب 180. تمام. طيب ولو هنا عدت على الكام الصفر والسالب واحد هتبقى 270 او سالب 90. تمام. طيب برافو عليك. صفر 90 اول، 90 180 تاني، 180 270 تالت، 270 360 رابع. يبقى لو جه سألني وقال لي ال 250 تقع في انهي ربع؟ ال 250 ما بين ال 180 وال 270 يبقى ايه؟ تالت. تمام كده، يبقى ربع ايه؟ تالت، ما عدتش ال 270. تمام. طيب السؤال بقى ليكم هنا، سيبها زي ما هي عشان تبقوا عارفين بقى. ها، اول 0 90 تاني 90 180 تالت 180 270 رابع 270 360. تمام. عايز الزاويه سالب 200 تقع في الربع الايه؟ سالب 200 يبقى هعمل عشان اعرف الزاويه تقع في الربع الايه. الملحوظه دي بقى، عشان اعرف الزاويه تقع في اي ربع لازم اجيب اصغر قياس موجب. لازم اجيب ايه؟ اصغر قياس موجب. لا يا مروان مش التالت. اجمع سالب 200 يا مروان، اجمع سالب 200 زائد 360 يديك كام يا مروان؟ سالب 200 زائد 360 يديك كام؟ هيديك 160. صح كده؟ هيديك 160. ال 160 ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين ال 90 وال 180 تبقى ربع تاني. يبقى عشان احدد الزاويه تقع في اي ربع لازم اجيب اصغر قياس موجب. تاخدوا كمان مساله. طيب حلوا لي دي ال 875 واللي هي تقع في انهي ربع. هو هيك كده الدرس الاول خلص. تمام. لسه هديكم شويه امثله عليه تاني. يعني ده يعتبر النظري بتاع الدرس. ماشي. هندي بقى شويه امثله ممكن تجيلنا في الامتحانات، والامثله فيها تفكير شويه. لو انا عندي الزاويه بيقول لي 45 زائد 4 ن زائد 1 في 90 تقع في الربع نقط. طيب سألني سؤال قال لي الزاويه دي تقع في انهي ربع حيث ن تنتمي لصاد. بكل بساطه هشيل النون واحط رقم، اي رقم انا عايزه، 1 2 3 4 0 زي ما يكون. اسهل حاجه الصفر. ليه اسهل حاجه الصفر؟ لان لما اعوض بالنون بصفر يبقى النون والرقم اللي قدامها خلاص مفيش. صح كده؟ بقت الزاويه دي كام؟ 45 زائد 1 في 90. 1 في 90 بكام؟ ب 90. يبقى 45 زائد 90 ب 135، وال 135 دي تقع في الربع الايه؟ التاني. بيقول لي هنا بقى اذا كانت ا وب زاويتين متكافئتين وجيم تنتمي لصاد، يعني جيم دي رقم، يبقى الالف زائد جيم والب زائد جيم مهما بقى جمعت او طرحت الالف ناقص جيم والب ناقص جيم، او ضربت يعني الالف في الجيم والب في الجيم، كل دي زوايا ايه؟ متكافئه لبعض. يعني لو قلت ان الزاويه 100 ماشي تكافئها الزاويه 460. اضربي دي في 5 واضربي دي في 5 يبقى الناتج هيفضل زوايا متكافئه. اجمعي على دي 10 واجمعي على دي 10 هيفضل الايه؟ الناتج زوايا متكافئه. اطرحي من دي 10 واطرحي من دي 10 هيفضل الناتج زوايا ايه؟ متكافئه. الف وسالب الف زوايا متكافئه. مين الزاويه الموجبه اللي فيهم؟ اهي
اكتبها تساوي الزاوية التانية اللي هي السالبة اجمع عليها 360. تمام، بقت معادلة. انا مش عايز السالب الف هنا، صح؟ يبقى اجمع هنا الف وهنا سالب الف، اخلص من السالب الف بموجب الف يمين وشمال، دي راحت مع بعض. الف والف يبقى كام؟ 2 الف تساوي 360. اقسم على الاتنين على الاتنين، يبقى هنا الف بتساوي 360 على الاتنين، فيها الكام؟ 180. فيها الكام؟ 180. تمام. طيب مسألة ليكم انتوا حلوها. الخمسة ألف والسالب 5 ألف زوايا متكافئة. أنا عايز قيمة الألف، أوجد قيمة لألف. يلا أقول هنا الخمسة ألف، أجي على الزاوية الموجبة اللي هي دي، هتساوي سالب 5 ألف زائد 360. أنا أخلص من الصغير، مين الصغير؟ سالب 5 ألف، يبقى زائد 5 ألف. 5 ألف دي يروحوا مع بعض، 5 ألف وخمسة ألف هتساوي 10 ألف، 10 ألف هتساوي 360. قاسم على 10 يمين وشمال، يبقى هنا الألف تساوي 360 على 10 هتساوي 36. تمام، دي أصغر قياس موجب، والتلاتة صاد ناقص 5 أصغر قياس سالب. أنا عايز قيمة السين ناقص الصاد. نفس الفكرة، أصغر قياس موجب اللي هو 3 س ناقص 5 هيساوي 3 ص ناقص 5 اللي هو أصغر قياس سالب زائد 360. قبل ما أعمل أي حاجة بص كده، الناقص 5 دي تروح مع الناقص 5 دي وما يضحكش عليا، ما أروحش أجمع الناقص 5 زائد 360 وأوجع قلبي ليه؟ طب ما الناقص 5 تروح مع الناقص 5، ودي دي بقى الناحية التانية. يبقى 3 س ناقص 3 ص هتساوي كام؟ هتساوي 360. تمام، خدي التلاتة دي او اقسمي كله على 3، اقسمي كله على 3 اهو، على 3 على 3 راحت، يبقى دي س ناقص ايه؟ س ناقص ص تساوي 360 على 3، 36 على 3 ف 120. بيقول لي هنا اذا دار الضلع النهائي لزاوية 60 في الوضع القياسي، الضلع النهائي لزاوية 60 في الوضع القياسي. كم دورة؟ 2 وربع دورة. في ايه؟ ضد عقارب الساعة ولا مع عقارب الساعة؟ قال لي في اتجاه عقارب الساعة، في عكس اتجاه عقارب الساعة. أوجد الزاوية التي لها نفس الضلع النهائي، أوجد الزاوية التي لها نفس الضلع النهائي. يعني هو من الآخر عايز يجيب الزاوية المكافئة لل60 لما تلف كام لفة؟ 2 وربع لفة. يبقى على طول أقول 60. اتجاه عقارب الساعة موجب ولا سالب؟ موجب، صح؟ 2 وربع أضربها في كام؟ أضربها في 360 وأجيب الناتج على الآلة الحاسبة. تعالوا كده نشوفه على الآلة الحاسبة علشان اللي ما بيعرفش يستخدم الآلة الحاسبة يعرف يستخدمها. اهي 60 اهي 60 زائد 2 وربع، يبقى اضغط شيفت كسر، ادي 2 اطلع فوق 1 انزل تحت 4. تمام، بعد كده في 360. شكرا. طيب افرضي قال لي مع عقارب الساعة، يبقى بدل ما كنت بجمع في المسألة اعمل ايه؟ هنطرح بس. طيب الزوج المرتب واو ب ج واو ب واو ج يمثل الزاوية الموجهة. طيب الزاوية الموجهة الترتيب فيها مهم. واو يبقى دي رأس الزاوية، الحرف اللي اتكرر ده هو رأس الايه؟ الزاوية، واللي واو دي اللي هي نقطة الأصل. أكتب الحرف اللي اتكتب الأول اللي هو الب، بعد كده الحرف اللي اتكتب التاني اللي هو ج، يبقى عندي الزاوية الموجهة ب واو ج. ليه؟ تمام، لأن الترتيب مهم في الزاوية الموجهة. تمام. رقم 2، يقال للزوايا الموجهة في الوضع القياسي أنها متكافئة إذا كان لها نفس. أنا عندي الزاوية دي في وضع قياسي بالشكل ده، لو أنا لفيت لفة ورجعت تاني لنفس الضلع ده، إذا الزاوية دي قد الزاوية دي. تمام.
طيب زي ما انتم شايفين ملاحظين ان هم رجعوا لنفس الضلع اللي هو ده الضلع الايه؟ الضلع النهائي. يبقى الزوايا المتكافئة لها نفس الضلع النهائي. لها نفس الضلع الايه؟ النهائي. اللي هي الاختيار به. طيب إذا كانت سيتا أصغر قياس موجب للزاوية الموجهة، أنا عارف إن أصغر قياس موجب للزاوية الموجهة ما بين الصفر وال360، وليكن هنقول مثلا الزاوية عندي 50. أنا عايز القياس السالب بتاعها، يبقى أنا بطرح 350 ناقص ال 360. طيب فين بقى كلمة 50 ناقص 360؟ ال 50 دي نعتبرها سيتا صح؟ يبقى سيتا ناقص 360 اللي هي دي. بطرح من الآخر من ال 360. تمام؟ إذا كانت الزاوية الموجهة في الوضع القياسي فأي مما يأتي صحيح. رأسها نقطة الأصل. فعلا الرأس الزاوية الموجهة نقطة الأصل. ضلعها الابتدائي اللي هو ده ينطبق على الجزء الموجب من محور السينات. الكلام ده مظبوط. قياسها موجب؟ لا مش شرط، ممكن تكون بالشكل ده كده اهو. دي زاوية موجهة في وضعها القياسي وقياسها موجب لأنها كده عكس عكس دوران عقارب الساعة، وممكن تكون بالشكل ده اهو. دي قياسها ايه؟ قياسها سالب. إذا الزاوية في وضع قياسي ممكن يكون قياسها موجب وممكن يكون قياسها سالب. إذا هنا 1 و2 فقط، يبقى أنا أختار رقم ب 1 و2 فقط. طيب رقم 5 بيقول لي هنا إذا كانت سيتا قياس زاوية موجهة في الوضع القياسي فإن الزوايا التي قياساتها سيتا زائد ن في 360. يعني ايه ن في 360؟ يعني بزود أو بطرح مضاعفات ال 360. يبقى دي اسمها زوايا إيه؟ زوايا متكافئة. زوايا متكافئة. إزاي؟ هنقول دلوقتي. الزوايا المتكافئة من الآخر لو أنا عندي 60، الزوايا المتكافئة يا إما أجمع عليها 360 أجمع 360 أو أطرح منها 360 وأطرح منها 360. يبقى هنا إذا الزوايا المتكافئة عبارة عن إن أنا بجمع على الزاوية سيتا مضاعفات ال 360 أو بطرح من السيتا مضاعفات ال 360. وكلمة مضاعفات دي أنا بحط كده حرف النون. حرف النون ده ممكن يكون 1 2 3 4 0 سالب 1 سالب 2 وهكذا. يبقى هنا سيتا زائد أو ناقص ن في 360 هي إيه؟ هي زوايا متكافئة أو زوايا مكافئة للزاوية السيتا.